الحمامة دي بايضة في الأرض، مع إنه في أعشاش هنا، في أعشاش ممكن تبيض فيها هنا، بس هي بايضة في الأرض. عشان كده أنا هجرب أشوف، هعمل لها عش كده وأشوف إذا كان هتتعرف عليه بعد ما أغير شكل المكان ولا هتوه برضو. فأنا دلوقتي هعمل لها عش، هحط لها قفص فوق البيضة عشان تبقى محمية يعني من الحمام التاني، عشان الحمام طبعا بينزل على بعضه. فأنا هحط لها القفص ده كده فوق البيضة وأعمل لها عش بيه. مش عارف بقى هتعرف ترجع له بعد ما اغير شكل القفص ولا هتوه. فهنجرب ونشوف يعني. هنحط القفص وهنحط جوه الحمامة كمان. اشوف الحمامة اهي، ادي الحمامة وادي البيضة كده. الحمامة جوه القفص بالبيضة بتاعتها، فهنشوف هتعرف ترجع له ولا لا. ادي هي خرجت خلاص، خرجت منه. هنراقب بس كده ايه، هنخلي الكاميرا على العش كده ونراقب ونشوف هتعرف ترجع له ولا لا. الحمامة واقفة بعيدة اهي، مش عارف بقى هتيجي ولا مش هتيجي، بس هي كده هتيجي يعني، لازم تيجي على العش بتاعها. هي الحمامة دي هي بتبعد، بس كل ما تشوف حمامة مختلفة بتيجي ناحية العش بتاعتها، بتيجي يعني بتدافع عن المكان بتاعها، بس مش راضية تخش. شكلها مستغربة المكان بعد التغيير يعني، متعودة على شكل العش بتاعها من غير قفص. الحمام شكله جميل بس بتاع مشاكل، على طول بيتخانق مع بعض وبيضرب في بعض. الحمامة دي جات اهي، ده الدكر بتاعها اللي جنبها، هي دي، واللي جنبها ده الدكر بتاعها اللي هو اسود الابيض ده اللي رجع لورا ده. هي اللي طلعت القفص دي. مستغربة شكل المكان بعد التغيير، مش واخدة على مكان القفص، هي واخدة على الأرض كده مكشوفة. هي هتخش ولا ايه؟ هتدخل ولا ايه؟ هو الدكر بتاعها اللي فوق القفص ده، مش عارف بقى هتخش ولا ايه. هتخش ولا مش هتخش؟ خش جوه، خش جوه، هو ده المكان بتاعك، خش البيضة جوه، خش ادخلي، البيضة بتاعتك جوه، ادخلي. برضه مشيت. الدكر بتاعها برضه فوق القفص، مش متعود على الشكل الجديد، مشافوش بعد التغيير يعني. اهي مستغربة المكان، تطلع فوق القفص.
بتدور على المكان بتاعها وعلى البيضة بتاعتها. الذكر بتاعها اللي فوق القفص ده جوزها. هتخش ولا مش هتخش؟ خش جوه، بيضتك جوه، البيضة بتاعتك جوه، ادخلي جوه. مشيت. راحت تاكل البردة، بتاكل الصور البيضة بتاعتها، هي اللي بتاكل دي. والذكر فوق القفص الأبيض بأسود ده برضه مستغرب المكان، مش متعود على المكان بالشكل ده. كان بيجي هنا كان المكان مكشوف، مكانش القفص ده موجود. يا ترى بقى هتعرف المكان بتاعها وتعرف تدخل ولا مش هتعرف؟ هي لسه بيضة النهاردة، عامة أول يوم تبيض النهاردة، لسه هتبيض بيضة تانية المفروض بكرة أو بعد بكرة بالكتير. فأتوقع إنها هتعرف المكان يعني، حتى لو مكانش عشان البيضة القديمة، عشان البيضة الجديدة. ممكن تخش جوه القفص تبيضها، بس أنا عايزة تخش دلوقتي وتعرف المكان دلوقتي عشان تهتم بالبيضة الأولانية يعني. برضه بتمشي، راحت بعيد اهي، راحت بعيد. ده حمام البط اللي بقولكم عليه، دي حمام بط، دي حجمها أكبر شوية من البلدي، والزغاليل بتاعتها أكبر برضه، حجمها أكبر. يلا ادخلي اهي، ما تيجي تدخلي، يلا متدخليش ليه انت؟ بتدور على المكان بتاعها مش لاقياه، مستغربة المكان الجديد، بتقول ده ولا مش هو ولا مش هو. اهي هي دي. يلا ادخلي، يلا ادخلي قدام الباب اهي. يلا ادخلي، خليكي جدع وادخلي. يلا ادخلي بقى، خليكي جدع وادخلي. ما بتدخلش برضه. هو ده الذكر اللي مراته سابته اهو، هو ده الابيض باسود ده اللي مراته سابته. ومراته اللي فوق مراته البيضة اللي فوق القفص دي اللي كانت مراته يعني، سابته هو وابنه وراحت لذكر تاني. ايوه انت هتخش، يلا ادخل انت، ادخل جوه. ده جوزها ده، هو جوز اللي بايضة. شايفين الاتنين دول، هو الابيض باسود والابيض، هي دول اللي كانوا متجوزين وسابوا بعض. هي بتيجي وتمشي، مش عارفة تخش. هي اللي في نص الشاشة دي. يلا ادخلي انت مستنية ايه؟ يلا ادخلي جوه. البيضة بتاعتك جوه، خدي رايحة فين؟ خدي تعالي هنا، البيضة جوه هناك اهي. مشيت الجزمة
هتلف وترجع ولا ايه؟ راحت تاكل. راحت تاكل الوردة. هي جت اهي اهي اهي. هتعملها ولا ايه؟ هتعملها وتخش ولا ايه؟ يلا اعملي وادخلي. طلعت فوق القفص. طلعت فوق القفص الكسل. يلا ادخلي ادخلي اهي. ادخلي قدام الباب اهي. قدام الباب هتدخل. هتعملها تدخل ولا ايه؟ طلعت فوق القفص تاني. اعمليها وادخلي بقى، اعرفي المكان. هي بتدور على البيضة، مستغربة المكان، بتقول انا كنت سايبة بيضة هنا راحت فين؟ انا كنت سايبة بيضة هنا راحت فين؟ هي مش واخدة على المكان المقفول. هي بيضة، البيضة في الهواء الطلق كده، فمستغربة المكان. تيجي وتمشي. في اللي دخل ده زغلول صغير، ده عمره شهرين دلوقتي. واللي جنبه دي المفروض انها هنتايه اخته برضه، نفس العمر. اتنين اخوات. عمالين يضربوا في بعض ورايا، مبطلوش ضرب في بعض. الحمام كده على طول نار ونقير، مش بيبطل ضرب في بعضه، سواء كان بياكل ولا في العشاش بتاعته ولا. كل ده مستنيها تيجي برضه ولسه ما جاتش. كل ده مستني اشوف الحمامة هتدخل جوه القفص وتقعد على البيضة بتاعتها ولا لا. بقالي دلوقتي بالظبط 44 دقيقة ونص وانا مستني الحمامة تيجي. واشوفها هتدخل جوه القفص ولا لا. ومعقول يعني عشان غطيت المكان كده وحطيت لها قفص على العش بتاعها مش هتخش، يعني مش هتعرف المكان ومش هترقد على البيضة. هي جاية اهي اهي. هتخش. ايوه، هي اللي دخلت الشاشة دي. هي دي. هتخش ولا مش هتخش؟ هتعملها ولا ايه؟ ما تمشيش وحياة امك. ادخلي القفص جوه. ادخلي جوه القفص. البيضة بتاعتك جوه. ادخلي. والله جوه. مستغربة المكان. مستغربة، بتقول انا كنت حاطة بيضة هنا راحت فين؟ مشيت. مشيت. خدي تعالي. رايحة فين؟ خدي ما تبعديش تعالي. يا باردة. والله يا حمامة باردة. اهي جاية اهي. ايوه هي دي. دخلت. يلا هتخش. هتخش ولا مش هتخش؟ ما تمشيش، ما تبعديش بقى. خدي. لا ما تبعديش. شي بتاكل اهي. راح تاكل ولا معرفش راح تعمل ايه. هي دي. مشيت.
ورجعت. هتعملها وتخش ولا ايه؟ تعملها وتخش ولا ايه؟ ادخلي 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 هناك اهو، البيضة بتاعتك هناك، البيضة جوه، البيضة جوه، ادخلي. هتعملها وتخش ولا ايه؟ هتعملها وتخش ولا ايه؟ ايوه ايوه، خش قدامها انت، خليها تعرف السكة. خش قدام، خليها تعرف السكة. ممكن هتخش. هتعملها وتخش ولا ايه؟ هتعملها وتخش ولا ايه؟ هتعملها وتخش ولا ايه؟ اعمليها بقى، ده انت حمامة باردة. اعمليها وادخلي جوه. طب ادخلي حتى استكشفي المكان يعني، تكتشف ان البيضة بتاعتك جوه. ايوه ادخلي. هتعملها ولا ايه؟ هتعملها ولا ايه؟ هتعملها وتخش ولا ايه؟ خش ادخلي ادخلي. ايوه ايوه ايوه، هي على الباب اهي. هتخش. ادخلي. رجعت. يا برد ادخلي. ايوه ادخلي. والله مكانك، والله البيضة بتاعتك جوه. طب وربنا البيضة بتاعتك جوه، ادخلي. ادخل. ايوه. هتعملها ولا ايه؟ لا لا، مش من هنا، مش يا باردة، مش فوق، تحت. هي والذكر بتاعها اللي فوق القفص دول. هي مستغربة، بتقول انا كنت سايبة بيضة هنا، راحت فين؟ هي مستغربة المكان، معناها لو دخلت جوه تعرف ان البيضة بتاعتها جوه يعني. هو انا لو هتطلعها القفص ده مقلوب يعني، كان مكشوف من فوق، كانت هتخش، بس انا مش عايز اعمل كده، لان انا عايز اخلي العش بتاعها متغطي عشان ما يغلسوش عليها يعني. فانا اتمنى تعرف تخش جوه. بس هتعملها ان شاء الله، هتعملها وتخش ان شاء الله، بس انا مش عايز اتاخر اكتر من كده. ان شاء الله هتعملها وتخش، او لو دخل الذكر بتاعها يعني هي هتخش معاه، الذكر بتاعها اللي فوق القفص ده برضو، لو دخل هو كمان هي هتخش معاه اكيد يعني. لو حد فيهم دخل التاني هيخش. يلا ادخلي، ما تبعديش، ادخلي جوه القفص. لا جوه مش فوق، يا باردة. هي عمالة تقول انا كنت سايبة بيضة هنا، انا كنت عاملة عش هنا وبيضة هنا، راحت فين؟ هي مستغربة برضو، بتقول انا كنت حاطة بيضة هنا، راحت فين؟ عمالة تبص يمين وشمال وترجع هي هتخش. تعملها وتخش ولا ايه؟ ادخلي. ما تبعديش، ادخلي جوه القفص. راح تاكل البردة، ولا كأنه في حاجة في دماغها، ولا كأنها بيضة، ولا كأنها كانت عاملة عش هنا. مش ابنك البيضة دي ولا ايه؟ انت ايه، مش ما عندكيش قلب الام خالص ولا ايه؟ طب مش حاسة، مش قلبك مش بقولك انه البيضة ابنك هنا يعني؟ وانتوا عاملين تاكلوا في رينج لايت يا باردين، امشوا. فين قلب الام؟ فين الاحساس بالابن يعني؟ مش المفروض تحس انه ابنها هنا؟ ولا قلب الام ده خدع يعني وكذب وبيكذبوا علينا بيها؟
طب ادخل انت يا بارد. طيب انا هجرب اشيل القفص دوت، اشيل القفص ده واشوف هي هتيجي ولا لا. خد البيضة اهي، البيضة اهي، حطها مكانها، شوف هتيجي ولا لا. عشان هي الحمامة دي، هي اللي جربت الحمامة دي، هي دي. مش عارف بقى هتولد على البيضة ولا لأ. المفروض كده. أيوه أيوه، هوب ها. أيوه أيوه، جت بقى مكانها. أي عمالة تقول أنا كنت سايبة بيضة هنا، أنا كنت سايبة أصلا بيضة هنا، راحت فين؟ كده عرفت مكانها هي وهترجع لها تاني. مش عارف بقى نحط لها القفص زي ما كانت ولا لأ. شايفين بمجرد ما شلت القفص بس عرفت مكانها. بس شايفين انا عشان كده شلت حطيت لها قفص عشان الدكورة بتيجي تغلس عليها. شايفين الدكر ده جاي يغلس عليها اهو، عشان كده حطيت لها القفص. بعد ما شلت القفص عرفت المكان بتاعها، بالقفص مش عارفة المكان بتاعها. شكلي هضطر اسيبها كده وخلاص بقى. يعني شايفين بمجرد ما شلت القفص في دقيقتين بالظبط، في دقيقة واحدة جت وعرفت مكانها. بالقفص بقى لي ساعة وربع دلوقتي ما مش عارف المكان بتاعها. فشكل كده هسيبها كده من غير قفص.
طب انا كفاية كده، وهجرب بكرة برضه، هجرب بكرة مرة تانية نفس الحكاية دي، ان انا احط لها القفص، واشوف لو كانت هتكمل وتقعد جوه القفص، ولا هتعمل نفس اللي عملته النهاردة وتخرج من القفص، او ما تعرفش المكان يعني. فهنزل فيديو دوت، وهنزل فيديو تاني تجربة بكرة نفس الموضوع. اتمنى بقى لو وصلت معايا لحد هنا تعمل اعجاب للفيديو وتشترك في القناة، وبكرة مع فيديو جديد ان شاء الله مع نفس الحمامة ونفس التجربة. واتمنى انها تعرف المكان، يعني هي خلاص كده رقدت على البيضة، وجابتها تحتها كمان، وبتظبط العش بتاعها اهو، وبتدافع عن العش بتاعها كمان، اي حمامة بتيجي جنبها بتضربها. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، يلا سلام.